سيدي ما تقدرش تنصر على الاقل واللي تسخر من خاوتك مساكن هو النار شاعله فيه وانت تقول له يا ابا عبيده جاهد بالسنن. كيف جاهد بالسنن؟ هذا كلام هذا. ان تسخروا منا تمسخر بالناس مساكن والله يدعي عليك دعوه اقسم بالله غير ياكلك البق اللي كلا الفرنسيس. خاطر راه في محنه دعاء المظلوم مستجاب. على الاقل ما قدرتش قال الله غالب انا عارفين ما ناش تزيد لي هم على هم. انا في الهم وانت تزيد لي. وين هو ولي الامر اللي يعطيني الامر بالجهاد؟ ياكو اولياء الامور 99% منهم خبيطيه. كيف يعطيني امر؟ هو لا يؤمن بالجهاد. وك العلماء يا اخي قلت انتم اذا كان العدو في دارك المراه ما تشاور راجلها ما تشاور ولي الامر ما تنوض تجاهد. العبد اذا عند سيده يجاهد. كي نروحوا نغزيوهم ان شاء الله نطلبوا الاذن ولي الامر. وربي قال منكم هو ما يصليش معنا. كيف ولي امر تاعي؟ علاه منين جاي ولي امر تاعي؟ منين نطيعوا انا؟ هو ما يطبعش الاوامر. كيف يعطيني اوامر؟ قال لك واحد الامام في شرق الجزائر معليش ما نقولش البلاد بعث له المسؤول تاع البلاد هذيك كونفوكاسيون ما راحش الثانيه ما راحش الثالثه بعد جابوه قال له واش بك عيطت لك؟ قال له لا انت عيطت لي مره في 5 سنين. انا كل يوم 5 ايام 5 مرات نعيط لك في النهار ما جيت حتى نهار عندي نأذن لك 5 مرات في اليوم. على ما تجيش تصلي ولا تكبر حتى على ربي عز وجل. راه تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض الاستكبار والنفخ وصاحب الفخامة وصاحب الجلالة وصاحب السمو. واحد الدولة عربية والله الجامع هذا أكبر منها يقول لك صاحب الجلالة المعظم ماشي غير الجلالة برك الجلالة المعظم. لو كان تكسل يديك هكذا تقيس الحدود منا ومنا. صاحب الجلالة المعظم. ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. عمر بن الخطاب كان يقولوا له صاحب الجلالة ولا صاحب الفخر. يكره هو اللي يفتح القدس. القدس كي وصل إليها المسلمين قالوا نشرطوا يجي الشاف تاعكم الرئيس تاعكم يجي يستلم المفتاح. راح على حمار ولا على دابة مجرب ولا شوف هو والخديم نتاعو والحمار. قال له لو كان نركب انا وانت تمشي ظلمتك. لو كان تركب انت وانا والحمار نمشي ظلمتك. لو نركبوا فوق الزوج فوق الهيشه هذا ظلمناه. اما لا نمشي انا كيلومتر ومن بعد تركب انت كيلومتر ومن بعد يريح الحمار كيلومتر. يديرها امير المؤمنين يديرها خادم الحرمين الشريفين يديرها صاحب الفخامه والله ما يديروها اقسم بالله. وكي وصلوا للقدس شكون اللي كان راكب؟ البروتوكول تاع عمر بن الخطاب. وعمر بن الخطاب يضرب على رجليه مسكين. ها علاش يكرهوا الاسلام؟ لان الاسلام دين تاع الرجال ماشي تاع المخنثين ماشي تاع جماعه الفروماج كريار ولا واش نسميوها. اذا ما تكونوش رجال ما ربي ما في غنى عنا وعن جميع الخلائق. اذن هذه العبر هذه رانا لينا ما نرقدوش. كاين واحد اسمه كذا العمار نسيت اسمه كتب كتاب فيه 700 صفحه اسمها نظريه الاستعداد. نظريه الاستعداد جايبها من هذه واعدوا لهم ما استطعتم. وش هو الاستعداد؟ قال لك الفلاح لازم يواجه الفلاح نتاع العدو. المعلم يواجه المعلم نتاع العدو. الصانع في المصنع يواجه الصانع في نتاع العدو. العسكري يواجه العسكري. هكا الامه كل تكون مجنده.
إسرائيل راه يطبق في الإسلام، كلهم عسكر، كلهم عسكر، مجتمع عسكري. ولهذا الآن الخسارة الكبيرة ماشي في الرجال عندهم وفي هذا الاقتصاد اللي خسروه، راه في 50 مليار خسارة تاع إسرائيل في هذا الشهر و10 أيام هذه، لأن كل واحد راه طلق الخدمة تاعو ولبس لاتوني وجا للفرون. المصانع حابسة، المزارع حابسة، هاو راح يجيب من الهنودة. كانوا يدخلوا خوتنا تاع غزة ولا تاع كذا خايفين منهم، رايح يجيب الهنودة لإسرائيل باش لفلسطين. الأمر ماهيش ساهل، الحياة هذه ابتلاء ليبلوكم، مخدومين باش نجاهدوا. إن الحياة عقيدة وجهاد. احنا بوالدينا رقدوا شوية واحد الوقت، ضربنا ربي بقرن و32 سنة وحنا عبيد في بلادنا، اسكلاف في بلادنا، ما نهزوش رواسنا. بالك الجيل هذا ما يعرفش، الجيل الجديد هذا، اما اللي تحت 60 سنة فوق 60 سنة يعرف واش كان في بلادك. ما تقدرش تهضر، ما تحلش فمك، ما تقدرش تخزر فيه. جعل الله للكافرين علينا سبيلا. لاش؟ خاطر ماناش مؤمنين، وربي قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الأستاذ سعيد، وحنا لازم نهضروا بانفعال. هذا تاريخ بلادنا، هذا تاريخ جدودنا، هذا تاريخ أمهاتنا أبائنا، حرماتنا اعتدي عليها. أنا مانيش كما قال سي مولود قاسم أني نشرح في ضيف داعة باش تكون العاطفة نتاعي ميتة. هذا فرنسا علاه سماتو روفيغو هنايا، مجرم قتل قبيلة كاملة العوفية في الحراش في الليل، خاطر ما همش رجال، هادو ما عندهمش القيم. هذو الانتصارات اللي راهي تحققها إسرائيل الآن، هذو هما نفسهم سموها الانتصارات الميكانيكية، مش راجل اللي رجل. انت راك بالبي 26 ولا شحال ولا 56 ولا وتقنبل يهبط الارض. لكن ما احرص الناس على حياة. هذا القرآن هو اللي يحلل النفوس تاع البشر. لتجدنهم احرص الناس على حياة لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ما عرفناش نستغلوا هذا التشريح تاع القرآن، الاناليز اللي دارها القرآن باش نضربوا نفرقوا بيناتهم. هما يطبقوا في نظريتهم فرق تسد. احنا ربي قال لنا راه تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. عندي كتاب اسمه إسرائيل وشعوبها، ما كاينش شعب واحد في إسرائيل، 80 راسة راهي ثم، 80 راسة. كيفاش تجمع قلوب، تألف بين قلوبهم وتألف بين ما عندهمش تاريخ مشترك، ما عندهمش أرض تربوا فيها مع بعض، ما عندهمش كبدة. ولهذا ما كانش إسرائيلي ما عندوش دوبل ناسيوناليتي. ليس هناك يهودي لا يملك جنسيتين، غدوة الطرطق يهرب. لكن ما نقراوش هذا الكلام. إذا قريناه نقراوه باش البركة برك، مليح البركة، ما قلناش لا. بصح ربي قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يوري الطريق. واش ندير حتى لا تكون لي حجة عليه يوم القيامة؟ يا ربي ما على باليش. كيف ما على بالكش؟ أنني قلت لك كيفاش دير وانت ياك حتى إذا عدوك ربح عدوك تفرح معاه، حتى تولي تقول لي جاهد بالسنن. ولي الأمر، ولي الأمر كي بدا كان يشطح في الرياض.
إذا نعتبر بما يقوله أخونا أستاذنا سي سعيد شيبان، سي سعيد معول، ذكرنا واحد من الصالحين ربي يرحمه ويوسع عليه، هذا سي سعيد